السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سنتوقف عند موضوع حساس ومهم، موضوع يلامس عز كل عربي وفخره. القوة العسكرية. لطالما تساءلنا من يمتلك الجيش العربي الأقوى؟ منه الدرع الحصين لهذه الأمة. في هذا الفيديو سنغوص في أعماق الإحصائيات لنرسم معا خريطة القوة العسكرية العربية لعام 2020. سنكشف عن ترتيب أقوى 10 جيوش عربية بناء على بيانات دقيقة ومصادر موثوقة مثل جلوبال فاير باور. الترتيب قد لا يتوافق مع توقعات الجميع. القوة البشرية، العتاد البري، العتاد الجوي، العتاد البحري، الميزانية الدفاعية، القدرات اللوجستية، وحتى العمق الجغرافي. كل هذه العوامل تتشابك لتحدد مؤشر القوة النهائي لكل دولة. لذلك جهزوا أنفسكم، الرحلة التحليلية شيقة. سنستعرض كل جيشون، حلل نقاط قوته وتحديات. هل الإنفاق الضخم يعني قوة أكبر؟ أم أن الكفاءة والتدريب هما الفيصل؟ تابعوا معنا نكتشف الإجابة لنرى كيف تتوزع موازين القوة في عالمنا العربي. ومن نبدأ بسم الله. في قمة هرم القوة العسكرية العربية، وكما هو متوقع من دولة بحجمها وتاريخها، تتربع مصر. الجيش المصري ليس مجرد أرقام، بل هو مؤسسة عريقة ضاربة في جذور التاريخ. نتحدث هنا عن قوة بشرية هائلة، حيث يتجاوز عدد أفراد الجيش في الخدمة الفعلية 440 ألف جندي، مع قوة احتياطية تقارب النصف مليون. في القوات البرية أكثر من 5000 دبابة، آلاف المدرعات، قطع المدفعية. أما في السماء فسلاح الجو المصري يعتبر من الأقوى في المنطقة، بامتلاكه أكثر من 1000 طائرة حربية تشمل مقاتلات حديثة مثل الرافال والميغ 29. ولا ننسى القوة البحرية التي تعززت بحاملات المروحيات من طراز ميسترال لتؤمن حدود مصر الممتدة وتؤكد مكانتها كقوة إقليمية محورية. ننتقل إلى المرتبة الثانية، حيث نجد المملكة العربية السعودية، الدولة التي حولت ثروتها الاقتصادية الهائلة إلى قوة عسكرية ضاربة. ما يميز الجيش السعودي ليس حجمه بقدر ما يميزه حجم الإنفاق الدفاعي الذي يعد من بين الأعلى في العالم. هذه الميزانية الضخمة تترجم إلى امتلاك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم. القوات الجوية الملكية السعودية هي جوهرة التاج. طائرات F-15 تايفون، باتريوت، ثاد. القوات البرية السعودية مجهزة تجهيزا عاليا، دبابات أبرامز، مدرعات حديثة، مدربة على العمل في بيئات صحراوية قاسية. كما تشهد القوات البحرية تحديثا مستمرا لحماية سواحل المملكة الطويلة، البحر الأحمر، الخليج العربي. السعودية تستثمر بقوة ليس فقط في شراء السلاح، بل في توطين الصناعات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج. في المرتبة الثالثة نجد قوة لا يستهان بها أبدا، الجيش الوطني الشعبي الجزائري. الجزائر بمساحتها الشاسعة وحدودها المترامية الأطراف بنت جيشا قويا يعتمد بشكل أساسي على مزيج من القوة البشرية الكبيرة والتسليح الروسي المتطور. يتجاوز عدد جنود الجيش الجزائري النصف مليون فرد بين الخدمة الفعلية والاحتياط، وهو رقم ضخم يعكس أهمية الدفاع عن أراضيها الشاسعة. على صعيد العتاد تعتبر الجزائر من أكبر مستوردي السلاح الروسي في العالم. قواتها البرية تمتلك أسطولا كبيرا من الدبابات T-90 التي تعد من بين الأفضل عالميا. أما القوات الجوية فهي مزودة بمقاتلات سوخوي 30 القوية، وأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز S-400. ولا يمكن إغفال القوات البحرية التي تعززت بغواصات كيلو القادرة على فرض سيطرتها في غرب البحر المتوسط، لتكتمل بذلك منظومة الردع الجزائرية. نصل إلى المرتبة الرابعة، نرى مثالا فريدا في بناء القوة العسكرية، الإمارات العربية المتحدة. قد لا يكون الجيش الإماراتي الأكبر من حيث العدد، لكنه من بين الأكثر تطورا وتقدما تكنولوجيا. استراتيجية الإمارات قامت على بناء جيش ذكي يعتمد على أحدث التقنيات، من الطائرات بدون طيار، أنظمة الحرب الإلكترونية، الاتصالات المتطورة.
الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في العتاد. الجندي الإماراتي يخضع لتدريبات مكثفة ومشتركة مع أقوى جيوش العالم، ما أكسبه خبرة قتالية عالية وكفاءة ميدانية. القوات الجوية F-16 بلوك 60 طائرات الرافال قيد التسليم تشكل قوة الردع جوية هائلة، كما أن القوات الخاصة الإماراتية تعتبر من بين نخبة القوات الخاصة في العالم. في قلب شمال أفريقيا وعلى بوابات أوروبا يحتل الجيش الملكي المغربي المرتبة الخامسة. قوة المغرب العسكرية تنبع من توازن مدروس بين قواته المختلفة: القوات البرية، القوات الجوية. يمتلك المغرب جيشاً كبيراً ذا خبرة، خبرته تظهر في العمليات البرية والتأقلم مع تضاريس متنوعة. الجبال، الصحاري. القوات البرية مزودة بأسطول كبير من الدبابات، دبابات أبرامز الأمريكية، قطع المدفعية، المدرعات. القوات الجوية الملكية تشهد تحديثاً مستمراً، تعتمد بشكل أساسي على طائرات F-16 تم تطويرها وتحديثها باستمرار، وخطط للحصول على النسخ الأحدث، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي متطورة. موقع المغرب المطل على المحيط الأطلسي ومطل على البحر المتوسط، لذلك يحافظ على قوة بحرية فعالة. فرقاطة محمد السادس لحماية السواحل والمصالح البحرية. الجيش المغربي بتاريخه العريق وخبرته الميدانية يمثل حجر زاوية في استقرار المنطقة. نصل إلى العراق، بلد الرافدين، الذي يحمل قصة عسكرية معقدة ومؤلمة. الحديث عن الجيش العراقي اليوم هو حديث عن جيش ينهض من تحت ركام سنوات الحروب والصراعات. الجيش العراقي الحالي الذي تشكل بعد عام 2003 اكتسب خبرة قتالية فريدة من نوعها في حرب المدن، مكافحة التنظيمات الإرهابية، وهي خبرة لا تقدر بثمن. اليوم يعيد العراق بناء قدراته العسكرية بشكل تدريجي. في المرتبة السابعة نجد الجيش العربي السوري، جيش خاض تجربة قاسية ومصيرية خلال العقد الماضي، ورغم كل ذلك أظهر الجيش السوري قدرة على الصمود والبقاء ككيان متماسك ومنع الانهيار الكامل للدولة. ننتقل جنوبا إلى السودان الذي يحتل المرتبة الثامنة. يمتلك الجيش السوداني تاريخا طويلا في الحكم والسياسة، وهو جيش كبير من حيث العدد، حيث يقدر عدد أفراده بنحو 100,000 جندي. في المرتبة التاسعة نجد المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مثال آخر على أن القوة لا تقاس بالعدد. الجيش العربي الأردني رغم صغر حجمه نسبيا ومحدودية موارده يتمتع بسمعة عالمية من حيث الكفاءة والانضباط والتدريب العالي. نختتم قائمتنا بالمرتبة العاشرة مع الجيش الوطني التونسي. قد يكون الجيش التونسي الأصغر في هذه القائمة من حيث الحجم والعتاد، لكن دوره محوري وأساسي في الحفاظ على استقرار الدولة التونسية. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في استعراض ترتيب أقوى الجيوش العربية لعام 2024. رأينا كيف تتوزع القوة، وكيف أن لكل جيش نقاط قوته وتحدياته الخاصة، من القوة البشرية الهائلة في مصر إلى الإنفاق التكنولوجي في السعودية، الخبرة القتالية في العراق، الخبرة القتالية في سوريا، والكفاءة النوعية في الأردن. هذا الترتيب ليس حكماً نهائياً، بل هو لقطة لواقع متغير. الأرقام تتغير، التحالفات تتبدل، التكنولوجيا تتطور بسرعة مذهلة. القوة الحقيقية في النهاية ليست فقط في السلاح، بل في الإنسان الذي يحمله، وفي الاقتصاد الذي يدعمه، وفي السياسة الحكيمة التي توجهه. الآن يأتي دوركم. ما هو رأيكم في هذا الترتيب؟ هل تتفقون معه؟ هل تعتقدون أن هناك عوامل أخرى كان يجب أخذها في الاعتبار؟ هل هناك جيش عربي آخر يستحق أن يكون في هذه القائمة؟ شاركونا آراءكم وتحليلاتكم في قسم التعليقات بالأسفل. فالحوار وتبادل وجهات النظر يثري الموضوع ويفتح آفاقاً جديداً للنقاش. نريد أن نسمع صوتكم، فأنتم جزء لا يتجزأ من هذه القناة وهذا الحوار. في الختام، أشكركم من القلب على متابعتكم ووقتكم الثمين. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أضاف لكم معلومة جديدة
أو زاوية مختلفة للنظر في هذا الموضوع الهام. إذا أعجبكم المحتوى، فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. نعدكم بالمزيد من الفيديوهات التحليلية العميقة في مواضيع تهمكم. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله.